السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويسترنا بستره الجميل ويعافينا بعفوه الجميل. اللهم امين يا رب العالمين. الناس اللي بتقول لي يا ام هنا ده انت اسمريتي، فانا اسمريت يا حبايب قلبي من المصيف. لسه بقى نبتدي بقى نعمل كريمات ونعمل ماسكات ونعمل حاجات حلوه علشان خاطر نرجع لوننا الطبيعي تاني. طبعا الناس اللي ما بتفهمش في حاجه اللي هي ما راحوش مصر، معلش يا حبايب قلبي قطعت الفيديو. بنوته صغيره بتبيع غوايش صغيره، هي اللي بتعملها هاند ميد وهي اللي بتعملها. وبرضو عندكم المعرض ورايا اهو اللي هناك الناحيه التانيه ده في ايجار بتاع ترابيزات بالايجار. اليوم ب 110. ايجار اليوم ب 110. تقعدي بقى تبيعي المنتج اللي معاكي، المنتج اللي انت عايزاه، الحاجه اللي انت بتفهمي فيها، الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها. وربنا يرزق كل بني ادم بيسعى لقمه اكل عيشه، وبيسعى لرزق اهل بيته ورزق اولاده ورزق بيته ورزق عياله. ربنا يرزق كل محتاج على قد مجهوده وعلى قد تعبه وعلى قد شقاه. بصوا يا حبايب قلبي، تعددت الاسباب، يعني كل واحد ليه رايه، كل واحد له تفكيره، على حسب تعليمه، على حسب تربيته، على حسب بيئته، على حسب مكانه اللي هو عايش فيه. كل بني ادم بيرتقي بتعليمه، بيرتقي باسلوبه الجميل وحب الناس ليه. كل شخص بيرتقي بانه يتعود ان الناس تتعود عليه بشكله الحلو، بشكله المهذب، بنظافته، باسلوبه الجميل، بلسانه الحلو. لكن ان يكون في ناس بتقف مع سبابين الاعراض ومع الناس اللي بتفضح بنات بنوت وتفضح ستات. شفتوا الحلاوه دي؟ ما جايب الشيخه قلبي، الشيخه قلبي، شيخة قلبي، الشيخة منتصر. ربنا يخليها دايما ليا انا وولادي، ويخليها دايما لكل بيت. طبعا اي فيديو لازم افتكرها بكلمه حلوه، اي بس لازم اقول عليها كلمه حلوه. بس انا للاسف الشديد البثات عندي مغلقه، والله اعلى واعلم هتفتح امتى. ادعوا لي دعوه حلوه يا حبايب قلبي. وشكلي هعمل قناه جديده واحط لكم اللينك بتاعها في المنتدى علشان خاطر تشتركوا فيها، عشان اقدر افتح منها بثات، لان انا مش عارفه اشتغل. لا قناه هعرف ادخلها مراجعه، ولا دلوقتي في قنوات بتتفعل، ولا اي حاجه خالص. فاتمنى منكم تقفوا معايا في القناه الجديده اللي انا هفتحها، تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه، عل وعسى قناه جديده تتفعل وتبقى قدامها خير والبث بتاعها ما يتحذرش. بس اتحذر هنا يا جماعه عشان ريتاج بنتي الصغيره قعدت على اللايف، فاللايف اصلا كان انحظر مره قبل كده، ودي كان تاني مره او تالت مره، فرفضوا ان هم يفتحوه. هم قالوا لي احنا يعني خلاص وافقنا ان هو يتفتح، بس هيتفتح امتى، يشتغل امتى، الله اعلى واعلم، دي انا معرفهاش، فالله اعلم. فانا يعني بطلب منكم يعني، ولكم جزير الشكر طبعا، ولكم جزير الشكر طبعا ان انتم تقفوا معايا في القناه الجديده عشان اقدر افتح بث مباشر، علشان نبين الحقيقه فين والسراب فين وكل حاجه حلوه فين. جيت ادور على دبابيس البيت يا اولاد، دبابيس فص ملح وداب، يا لهوي يا لهوي. فانا مش سودة يا اللي بتاكلوا في نفسكم ومتغاظين ومش لاقيين حاجه تقولوها. والله يا منى يا عبد الله، لو انت لاقيه فيا عيب، يعني اللي مش فيا ما يعيبنيش. الشقه والتعب بعرق الجبين، وان انا ايدي تبقى كده من الشقه والتعب، من الشقه والتعب، من الشقه والتعب. عارفه الخطوط اللي في ايدي دي؟ الخطوط دي شقه. الشقه والتعب ده الايد اللي بتشقى وتتعب دي برقبه مليون سباب اعراض، برقبه مليون واحده بتشتم وتقذف وانت معاها في الصح ومعرفاها ان ده صح، ومعاها في اللي هي بتعمله وبتقولي لها ان ده صح، معاها في انها تيجي على امها وتقول في امها اوسخ الكلام وانت مقنعاها ان ده صح. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، لان انت فعلا في زمن الصح بقى غلط والغلط بقى صح، الظالم بقى مظلوم والمظلوم بقى ظالم. مش هقول لك حاجه غير ينتقم منك رب العباد. بصوا شايفه السما؟ رفعت ايدي للسما وحاسبنت عليك النهارده لما قلت يا بس.
ربنا كريم قوي وعطوف قوي، ويعني بصي لأبعد الحدود بقول لك ان ربنا ما بينساش عبده اللي خلقه. ولو ليا حق، لو ليا حق ربنا هياخده منك ويقتص منك ان شاء الله يوم القيامه، ان شاء الله هيقتص منك يوم القيامه باذن واحد احد يا رب. اما بالنسبه للي بيحصل في منصه اليوتيوب، ومين مع مين ومين ضد مين ومين فوق مين ومين تحت مين والكلام اللي بيحصل ده، ما بحبش كده خالص، ما بحبش كده خالص. حوار المصلحة ده يمكن في ناس عملته قبل كده وما استفادتش حاجة، يعني في ناس قلبت علشان المصلحة وما عملتش حاجة او ما استفادتش حاجة. فان انا اقلب على شخص عشان الجنيه او علشان اي حاجة ده مش مستاهل. احنا مصريين وبنقطع بعضينا على الداعم لحد ما الداعم فعلا بيشوفنا وحشين قوي. الداعم بيشوف المصريين وحشين قوي، بيشوف المصريين بياكلوا في بعض، بيضحك علينا، بيضحك على اللي احنا بنعمله في بعض، بيضحك على ان الشخص بياكل في صاحبه ولا بياكل في اخوه ولا بياكل في اعز الناس ليه، علشان خاطر الدعم او علشان خاطر الجنيه او. فاتمنى محدش يزعل حد، محدش يجي على حد، لان في الاخر مش هتستفادوا حاجه غير كلمه ملهاش اي 30 لازمه او حاجه ملهاش اي لازمه. صدقوني مش هتستفادوا حاجه. ربنا يغنينا بالحلال يا رب. اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا رب. ده المكان الوحيد اللي عرفت اسند فيه التليفون او احط فيه التليفون. انا مش عارفه ده فين. كده حلو. ربنا يسترنا بستره ويعافينا بعفوه، ويبعدنا عن الكيلة والقال، ويبعدنا عن الناس الحقودة اللي بتحقد ان شايفين فلان معاه او فلان معهوش، فلان عنده او فلان ما عندوش. في الاول وفي الاخر هي الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله. اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. يعني في الاخر مش هتاخده غير اللي ربنا كاتبه لكم. كل واحد مش هياخد في الاخر غير اللي ربنا كاتبه له. ربنا سبحانه وتعالى دايما نكون يقين بالله، عندنا يقين بالله ان الارزاق بايد الله سبحانه وتعالى. الارزاق بايد الله سبحانه وتعالى. مش بيضحك رحت فين يا عمر؟ الارزاق بايد الله سبحانه وتعالى. فالرزق في ايد ربنا قبل ما يكون في ايد اي حد في الدنيا. فما نقعدش نقول ده رزقي وده رزقي وانت خدتي وانت رحتي وانت جيتي. الارزاق يا جماعه عشان بس المتابعين وكلام المتابعين اللي الواحد بيسمعه، الارزاق بايد الله سبحانه وتعالى يا جماعه. محدش بياخد رزق حد، محدش بيمد ايده في بق حد وياخد منه بالعافيه. لا، الشخص اللي بيكون قدامك بيبقى شايف كويس قوي وواثق ومتاكد ان فلان محتاج فبيديله، فلان عايز فبيديله. لكن ان انا ارجع واقول لا ده فلان خد مني او فلان عمل مني، فالارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. مفيش حد بياخد رزق حد. ورزقكم في السماء وما توعدون. الارزاق بايد الله. لازم كلنا يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى ان الرزق في ايد ربنا. وبعد كده البني ادم بيكون سبب، بنكون اسباب لبعض، اسباب لبعض ان ربنا يرضينا، ان ربنا يفرحنا، ان ربنا يرزق عيالنا، ربنا يفرح عيالنا. فاتمنى اتمنى اتمنى تقفوا معايا في القناه الجديده، عشان دي شكلها مش واضح ان هي هينفع تدخل مراجعه خالص. المهندس قال لي ان هي مش هينفع تدخل مراجعه خالص، لان هي الايميل بتاعها كنت عاملاه ان انا سني صغير، ما خدتش بالي اصلا. يعني هنا تقريبا اللي كانت عاملاه مش فاكره. فللاسف الشديد مش هينفع انها تدخل مراجعه. فلازما عشان القناه تدخل مراجعه ما تكونش خدت كذا انذار كده بالطريقه دي، ان السن صغير، او خدت اسمه
اسمه ايه، قفل اسمه ايه، اللي هو انذار للبث ان هو ما ينفعش تفتحي بث، فانا اخدت انذار واحد واثنين وثلاثه، فمش هينفع ان انا ايه ادخلها مراجعه. ده المهندس قال لي الكلام ده النهارده. ف فانا اشتغلت عليها كتير وتعبت عليها كتير، ومحتاجه منكم دعمكم في القناه الجديده، محتاجه منكم بجد وقفتكم معايا ودعمكم ليا ومشاهداتكم. وجودكم معايا يشرفني وينورني على راسي. وجود اي حد في الدنيا، اي حد على اليوتيوب، حتى لو حد بيني وبينه نقطة في اختلاف في رأي ما أو في حاجة ما، فيعني كل واحد له رأيه، مش كلنا هنبقى رأي واحد. لازم يكون انت رأيي وانا ليا رأي وانا ليا رأي، مش كلنا هنكون رأي واحد. اليوتيوب استحالة انه يكون كله رأي واحد. فأتمنى دعمكم، أتمنى دعمكم للقناة الجديدة، أتمنى ان انتوا تشاهدوا لي البثات الجديدة اللي هتتعمل على القناة الجديدة. اتمنى ان انتوا تشاهدوا لي الفيديو علشان خاطر اقدر افتح، ولازم يكونوا 50 مشترك علشان اقدر افتح لايف. وربنا بقى الله المستعان، الله المستعان. طالما البني ادم بيشقى وبيتعب بعرق جبينه، فربنا طبعا بيكون شهيد ووكيل عليه في كل حاجة بيعملها. اما بقى اللي يطلع يقول الكيلة والقال والكلام ده كله، مش عايزة الكيلة والقال ولا عايزة وجع دماغ، لان بجد 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 الواحد، انا اعصابي تعبانه. يعني انا لما كشفت الدكتور قال لي انت بتتعصبي كتير، قلت له فعلا بتعصب كتير. قال لي لا، ممنوع ليكي العصبيه، ممنوع ليكي الزعل، ممنوع ليكي النرفزه، ممنوع ليكي التوتر، ممنوع ليكي الحمقى. وانا من نوع اصلا اللي عندي قولون عصبي، يعني انا ما بستحملش. فما هيش ناقصه الحياه، مش ناقصه. الواحد فيه اللي مكفيه. ارحمونا بقى، ارحمونا. اليوتيوب بقى عبارة عن انت قلتي وانت عملتي وانت سويتي وانت قلتي وانت عملتي وانت سويتي. الواحد تعب بجد بجد بجد. انا تعبت بجد والله، والله العظيم. وناس كتير زيي، اذا كان متابع اذا كان صاحب قناة، كلنا تعبنا، كلنا تعبنا بجد، كلنا تعبنا. انتوا ايه، انتوا ما بتتعبوش؟ كلكم ما بتتعبوش؟ ما بتتعبيش يا ام احمد؟ ما بتتعبيش يا افعى؟ ما بتتعبيش يا بخلوصه؟ ما بتتعبوش؟ كلكم ما بتتعبوش؟ ما بيجيلكوش وقت كده بينكم وبين نفسيكم قبل ما تحطوا دماغكم على المخده، ده احنا ظلمنا فلانه واتكلمنا عليها وهي مالهاش دعوه بينا، ده احنا قلنا على علانه وهي ما قالتش علينا؟ ليه كده؟ ليه كده عمالين تبتغوا في الارض مرحه؟ ليه كل اللي يجيله فلوس من ام فالح يبتغي في الارض مرحه بدون ما يحس باي بني ادم، بدون ما يحس بأي شخص كان على الأرض؟ هو حاسس بنفسه بس، مش حاسس بحد تاني. ليه كده؟ انتوا ليه كده؟ أنا مش فاهمة انتوا ليه كده. أتمنى منكم زي ما قلت لكم كده يا حبايب قلبي، تقفوا جنبي في القناة الجديدة وتشاهدوا لي أول فيديوهين، عل وعسى ربنا يصلح لي الحال يا رب، وتكون هي قناه وش الخير عليا، وربنا يصلح لي الحال فيها انا وعيالي، وتتخش مراجعه وتتفعل، لان دي مش هتتفعل ومش هتدخل مراجعه ومش هينفع تدخل مراجعه عشان الجميل، المشكله اللي في الجميل. فادعوا لي دعوه حلوه، عل وعسى تتقبل في يوم مبارك زي ده. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، مش عارفه اقول ايه وعايز ايه. بجد بجد الواحد تعب نفسيا، اتأثر نفسيا من القرف اللي بيسمعه والله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي وصل معايا لحد آخر الفيديو يصلي على النبي تحت في الكومنتات ويدعي لي دعوة حلوة، وربنا يحط كيدك في نحرك يا منى يا عبد الله، ويرزقني ان انا اعمل قناه جديده وافعلها، علشان هي بتقول لي القناه دي مش هتتفعل، والقناه دي انت مش هيتفعل لك قناه، وانت مش هتفتحي قناه، وانت مش هيتفعل لك قناه. ففي ناس كتير قاعدالي على كوبري الشماته، من ضمنهم الست الكبيره في السن دي. بشوفك ببقى عايزه ارجع، ملهاش حل غير كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.